السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي حبيباتي في مطبخي وصفاتي من مطبخ حواء الشرف. اليوم راح نحضر مع بعضنا طاجين سهل واقتصادي وكذلك بريزونتابل، نقدروا نحضروه في شهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان إن شاء الله. إذا بقطعتين تاع دجاج وكمية قليلة من الفيونداشي، يعني حوالي 200 غرام. نقدروا نضيفوا الخضر يعني نحشيوها بالفيونداشي. نقدروا نضيفوا زيتون دي نوايوتي، وراح نتحصلوا ان شاء الله على طبق بنين وكما قلت اقتصادي وبريزونتابل. اذا بدون اطاله وراح نحضروا في هذا الطاجين من الفخار. اذا بدون اطاله، هنا حطيت شويه تاع الزيت، شويه تاع الزبده، حطيت قطعتين تاع الدجاج وحطيت البصل قصيته يعني كما تشوفوا، ولو خليته تحمر مليح وحتى البصل يعني تحمر كذلك كما تشوفوا فيه، يعني تبلخ البصل. وراح نقول هنا لا فيونداشي، حطيت المعدنوس، حطيت مغرف تاع تفريك مرحي الفريك نديروا به الشوربه، حطيت الملح، الفلفل الاسود، وحطيت قليل راس المغرف كما نقولوا احنا تاع كمون. هنا نزلت ما حطيتش الملح والفلفل الاسود، يعني حبيت نحمر صح الدجاج. وراح نشوفوا معايا كيف راح نكملوا نحضروا هذا الطبق. انا راح نضيف للطبق تاعي زيتون دي نوايوتي. عندي فقط يعني تدبيره للاخوات اللي ما يعرفوهاش. هنا كي نشريو الزيتون هذا نحطوه دون ان بوكال اون فير كيما هذا، يعني زجاج. راح نضيفوا كميه قليله من الماء ونغلقوا عليه ونحطوه في الفريجيدار. يعني الزيتون هذا بعد يوم او يومين راح يضيع الكميه تاعو تاع الملح، يعني راح نتخلصوا من الملوحه تاعو هذيك، وراح نربحوا يعني الوقت. وقت ما نحبوا نستعملوه مباشره نجبدوا من البوكال ونستعملوه في الطبق تاعنا. هنا كذلك مش احنا يعني دابيتود نحطوا الزيتون هذا يغلي في شويه تاع ماء ونضيفوا له قليل من الخل باش نتخلصوا من هذاك الملح تاع الزيتون. ولكن هنا الزيتون يعني راح يضيع الفيتامينات تاعو، وراح كذلك يعني نضيعوا الوقت. اذا يعني فقط هذه يعني تدبيره للاخوات اللي ما يعرفوهاش. كذلك راح نضيف انا الطبق تاعي قرنونه واحده، لاني هذاك واش كاين عندي في البيت. راح نقيها مليح وراح ندهنها بقليل من بياض البيض باه هذاك لا فيونداشي ما تنفصلش على القرنونه تاعنا كي نحطوها في الطبق تاعنا الطيب. هنا بعد ما تبلي البصل وتحمر الدجاج ضفت الملح والفلفل الاسود. لهنا نديروا حسابنا على الملح، ما كتروش، لان درنا في لافيونداشي وفي الدجاج باه ما تجيناش الماكله مالحه، وخاصه كي نضيفوا الزيتون دي نوايوتي. لهنا بور لافيونداشي حطيت المعدنوس، حطيت الملح والفلفل الاسود، حطيت بيضه صغيره باش ما تجيناش ما تجراناش لا فيونداشي تاعنا تجي جاريه، باش لي بول يجيو الشكل تاعهم يجي مليح. اذا نعجنوا هذاك لا فيونداشي نعجنوها مليح ونديروها دي بتيت بول كما تشوفوا. لهنا ضفت قرنونه كانت موجوده عندي في البيت، يعني كما قلت لكم لهنا هذا الطبق يعني اقتصادي واش كاين في البيت نستعملوه. يعني انا ما كنتش راح نصور هذا لا فيديو، مي كي جاتني الفكره قلت بون ندير لها الفيديو يعني باه يستفادوا منها اخواتي. اذا هنا زدت قليت مليح لا فيونداشي لي بول هذوما قبل ما نضيف الماء. يعني الماء ضفت قليلا جدا من الماء، يعني حبيت لي بول هذو نتاع الفيونداشي حتى هما يزيدوا يتحمروا في الزبده والزيت مع البصل ومع الدجاج. ولهنا راح نقلبهم وراح نزيد كي نشوفهم تحمروا مليح نضيف الماء، والماء يكون سخون. يعني كي نطيبوا في هذا الطاجين ديما نديروا حسابنا باش ما يزدناش، يعني باه نحفظوا به.
ما يتشقناش. نديرو ديما بالماء سخون، يعني كما قلت ديما يعني نذكرها يفو با شوكي لهذا الطاجين، كي يعود هو سخون نضيفوا له ماء سخون. هذا مكان درك نزيد نخليها تحمر مليح ونرجع لكم فيما بعد. كما تشوفوا البلا تاعنا اصبح واجد، كما تشوفوا جا البنه ما شاء الله والرائحه. نقدموا هاد لو بلا مع اون سالاد فاريي. وبالنسبه لرمضان نقدروا نديروا هذا لو بلا مع اون سوب ومع اون سالاد فاريي. نتمنى تجربوا لو بلا هذا، اقتصادي وبنين وسهل، وطيبوا في هذا الطاجين تاع الفخار. اذا ما نقول لكم غير اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.